اللي ملحقتش تعمل الفسيخ من بدري تعالي وهقولك هتعمليه في 7 ايام بس. والحمد لله الجو مساعدنا على انه يلحق يتعمل في 7 ايام مش اكتر من كده. انا زيك كنت متأخرة جدا جدا في عمايل الفسيخ. تابعيني النهاردة في الفيديو مش طويل، مش هطول عليكي خالص. ما تنسينيش بس باللايك والاشتراك اللي اول مرة بيشوف قناة بيتك منور مع سما. وما تنسيش طبعا تكتبي لي تعليق حلو من تعليقاتك الجميلة ودعوة حلوة كده، ربنا يكبر بخاطركم. ما تنسوش كمان تبعتوا بقى لبابا الرحمة والأموات المسلمين أجمعين. ويلا بينا نبدأ على تفاصيل الفيديو. أنا السنة دي متأخرة في عمايل فسيخ للعيد، هقولك أنا عملت إيه. يلا بينا نسمي الله، صلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا كنت جايبه كيلو سمك بوري، غسلته من الخياشيم، ما فتحتوش. اوعي تفتحيه. انت هتجيبي كيلو من السمك البوري تغسليه بس من الخياشيم، هيطلع حاجات طبعا كتير كده. اهم حاجه انك تنضفيه وتسيبيه ليله كامله، ليله كامله كده واقف على راسه في بولة كده، وتدخليه الفرن من غير حتى ما تسخني الفرن. ليلة كاملة في الفرن، ليلة كاملة. هتبصي تلاقيه نشف كده معاكي وبطنه انتفخت. شفتوا كان منزل قد ايه يعني من الدم بتاعه. وبعد كده جبت بقى مصفى كده استانلس، حطيت تحتيها برضو بوله بلاستيك، ووقفته تاني على راسه وسبته حوالي 3-4 ساعات. يعني انا سايباه ليله كامله وقف على راسه كده عشان ينزل كل الدم اللي فيه. وبعد كده حطيته برضو في مصفى، وقلت برضو زيادة تأكيد ينزل بقية الدم اللي في خياشيمه وراسه. تمام كده. وعدت ال3-4 ساعات الاخرانيين، وجبت بقى ايه ملح خشن، كيس ملح خشن. وجبت كمان ب5 جنيه شطة حمرا من عند العطار. هتلاقي الملح الخشن عند العطار، في ناس كتير هتدوخ على ما تلاقيه. الفرق بينه وبين الملح الناعم، الملح الناعم بيحدق لك الفسيخ، الملح الخشن بيعدبهولك. وانا صراحة بحب الفسيخ عادب. تمام. طب ايه الخطوة اللي بعد كده؟ بصوا بقى الفسيخة بتاعتي نشفت خالص، حتى باين كده من على الجلد بتاعه. بصوا ناشفة 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 يعني. المهم جبت بقى المناديل، وبرده زيادة تأكيد فضلت أنشف في الفسيخية كده من ناحية البطن، بس هي تتكي عليها عشان بطنها ما تتفتش. ومن عند الخياشيم تدخلي المناديل كده من جوه، ما تخليش الخياشيم فيها يعني نقطة مية، علشان المية بتخلي يعني بعد الشر الحاجة ايه تدود منك. بعد بقى ما نشفتهم تنشيفة محترمة بالمناديل من جوه ومن بره، والدنيا تمام معايا، والفسيخية بقت كده ايه تشف وترف كده من النظافة ومن النشفان. جبت بقى ايه الملح الخشن عليه شوية الشطة، وبقيت احشي في الخياشيم لحد بقى ايه خياشيم مفتحة مني كده من كتر ايه الملح والشطة. ما بحطش والله اكتر من كده. لا كركم، انا ما بحبش لون اللحم يبقى اصفر، الكركم هيصفرها لك. انا احب لون اللحم بتاع السمكة كده او الفسيخية بامبي حلو زي اللي بتجيبيه من بره واحلى. طبعا ده انضف. ده بقى ايه يعني لا تسف شمس ولا حاجه جت عليه ولا دبان ولا اي حاجه، وكل الحكايه غسلناه وسيبناه ليله كامله في الفرن. وصبحنا تاني يوم طبعا صفيناه من الدم اللي نزل منه، وقمنا جايين حاطينه في مصفى كمان 3-4 ساعات لحد ما اتاكدنا انه جاب كل السوائل اللي فيه. ونشفناه بالمناديل كويس جدا. بعد ما نشفناه بالمناديل كويس جدا قمنا جايبين الملح الخشن والشطه حشيناه بالشكل اللي قدامكم ده. اخر خطوه ودي اهم خطوه معانا، التغليف. تجيبي بقى كده اكياس تلاجة او اي اكياس موجوده عندك، تحطي كل سمكتين في كيس عكس بعض، راس وديل وراس وديل. وتاني حاجه مهمه انك تخرجي الهواء من الكيس، لازم تخرجي الهواء من الكياس لازم. حطيت بقى السمكتين في 5 اكياس، كل سمكتين في 5 اكياس. وعملت ايه بقى؟ كل ما احط كيس احطه عكس الفتحة بتاعته، يعني حطيت الاول سمكتين عكس بعض، راس وديل وراس وديل. خلاص وخرجت الهواء من اول كيس. بعد كده هحطه بقى في الكيس التاني عكس الفتحة، يعني الفتحة كده ايه من فوق هدخلها ايه في الكيس من تحت. فاهمين ازاي؟ يا رب اكون قادرة اوصف لكم. وهخرج الهواء من كل كيس ادخله، يعني كل سمكتين محطوطين في 5 اكياس وعكس بعض، يعني فتحة كل كيس عكس التانية. بس كده. وطبعا ما تنسيش تحطي شوية ملح وشوية شطة في الكيس من جوه. واهم حاجة تخرجي الهواء
وانتي بتدخلي كل كيس في التاني. طبعا من الافضل ان انتوا تحطوا الفسيخ في اكتر من 3 4 5 اكياس كمان، عشان تبقي ضامنه مثلا انه ما يسربش، من انه هينزل ميه طبعا، وتبقي ضامنه برضو الريحه بتاعته. دي حاجه. الحاجه التانية بقى، في كل اكياس اللي تدخليها اهم حاجه تخرجي الهواء من الكياس، ده اهم حاجه. تمام. وعندك بقى بلاستيك استريتش اللي فيه بقى اخر لفه فيهم. ما عندكيش، تجيبي بقى السولوتيب زي ما انا ما عملت كده، وتجبسي الكيس، تجبسي السمك زي ما انا ما عملت كده بالظبط كده. انا منعت دخول اي هواء خالص للفسيخ. وكمان اخر حاجه هاخد بقى الكيسين الحلوين دول المتجبسين دول، هحطهم بقى في كيس كده اصفر كبير، وهكمرهم بقى في الكيس الكبير دوت، وهحطهم بقى عندي حلة يعني ستانلس كبيرة، اكبر حلة في الطبخ. طبعا مش بستعملها، تكون نظيفة وناشفة تماما تماما، ناشفة مفيهاش نقطة مية. وهحط الغطا عليها، وبحط رصة حلل فوقيها، يعني بمنع دخول اي ضوء واي هوا ليها. ممكن علبة كبيرة ليها غطا، او ممكن اي حاجة عندك برضو محكمة الغلق، برضو كله تمام. بس اهم حاجة ما يدخلهاش هوا ولا ضوء، وكل كام يوم تقلبي الفسيخ في اتجاه مختلف. بس كده. ودي كانت طريقتي في عمل الفسيخ في 7 ايام بس. هتشوفوا النتيجة ان شاء الله في العيد. ياريت ما تنسونيش باللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.